مع سموحه. كابتن عزمي، سلام عليكم يا كابتن عزمي. اهلا استاذ محمد. ازي حضرتك يا فندم؟ كل الكلام اللي مع احترامي للكلام اللي اتكتب ده واتقال، مفيش والله يا استاذ محمد حاجه من دي حصلت نهائي. نهائي؟ نهائي، انا اللي بقول لك، وانا والصور موجوده وكلام الناس موجود. ده انا في حاجات ما رضيتش اقولها. بص، دقيقه واحده. اولا يا استاذ محمد، لا في اقتحام ولا في. طب ما اعتدوش عليك؟ عليا انا؟ قال لك تم الاعتداء على الكابتن عزمي مجاهد. طب اقسم بالله شالوني وقعدوا يغنوا، وشوفوا اذا كان في حد مصور. اتفضل. والله انا حزين. لا مش عارف ان الاعلام بتاعنا وصل لهذه المرحله، ان هم ينقلوا حاجه كذب 10 مليون المية. ده انا بقى قلت لهم يعني كابتن عزمي يطمن عليه نشوف ايه اللي حصل. انا فاكر انا بقول لك الخبر قدامي كده. حصل. لا، وانا عارف من امبارح ومكلميني ان هم جايين. ما انا عارف انا كمان ان هم جايين من امبارح. تمام. رحت الاتحاد وانتظرتهم، الناس جم شايلين يافطتين 3 محترمين، ناس كبار معاهم محترمين. تمام. وقفوا. الشعب يريد بقاء الاتحاد، لم يتطاولوا على رئيس الاتحاد. انا ما اعرفش يعني الناس بتتكيف لما يقولوا تطاولوا على رئيس الاتحاد او تطاولوا على مش عارف مين. انا طلعت لهم بنفسي بره في وسطيهم، وقفت معاهم، وناس في غايه الادب والاحترام، وجايين بيعلنوا عن طلبهم بكل شياكه وادب. لا شتموا حد ولا اتطاولوا على حد. ومن خلال برنامجك المحترم انا بشكرهم، لان كانت مجموعه الجماهير بقيادتهم الموجوده ناس على اعلى مستوى من الاحترام والادب. امال ايه الكلام اللي قدامي ده؟ انا ما اعرفش والله يا استاذ محمد. مش عارف مين الكلام الكذب ده؟ كذب في كذب وافتراء وتاليف وحاجه مش ممكن. لا والله انا مش عارف والله. انا مستغرب. كان الكابتن سمير زاهر اللي هبطهم عشان يشتموه. لا وكمان اعتدائهم على عزمي مجاهد، اعتداء على عزمي مجاهد وما اعرفش ايه. حاجه يا استاذ محمد، حاجات غريبه قوي. اقول لك على حاجه. اقسم بالله ان كانوا بيهتفوا لاتحاد الكوره. شوف، اقسم لك بالله. شوف تتحور ازاي عشان اغراض دنيئه. يعني ايه ده اللي يعني ليه كابتن عزمي في الاخر كده الفتره الاخيره كلها هي تشويه صوره اتحاد الكوره باي شكل؟ تشويه بصوره غريبه جدا. ما هو ايه السبب؟ مش لصالح مين ولا مين اللي وراه ولا عايزين ايه؟ هل قرار الفيفا اللي جه بان الاتحاد المصري شرعي هو ده اللي خلى الناس تزودها شويه؟ زعل ناس كتير، لان الحق قاعد بيزعل الوقت يا استاذ محمد. طيب. وبقى الافتراء والافك والكذب يعني يقول لك اعتدوا عليه. طب انا يعني اعتدوا عليا ليه؟ انا صاحب قرار يا استاذ محمد. لا انت بتنقل يعني صوره. تيجي تعقلها كده وتفكر فيها. ناس ما يعرفوش الاحترام ازاي، وازاي تتعامل مع ناس بادب واحترام. واخد بالك؟ وانا خاسس عليا ان انا اقول لجمهور الاتحاد ايه. انا وانت تعلم تماما وتعرفني تماما ان انا انقل لك الصوره كما هي. اكيد. ولو في خطا اقول لك في خطا. طب انا هسالك بقى حاجه يا كابتن عزمي بقى، جاوبني عليها دي بقى بصراحتك العاديه. ايه ده؟ ليه يا كابتن عزمي اتحاد الكوره مستخسر الفرحه لجمهور النادي الاهلي ومش عايز يسلم الدرع بكره في استاد القاهره؟ مين اللي قال كده؟ انا اللي بقول لك كده. لا مش مظبوط. طب قول لي المظبوط. خش على موقع الاتحاد وشوف المظبوط. طيب اللي مكتوب على موقع الاتحاد ان هيتم تسليم الدرع قبل المباراه. يا سيدي الفاضل، بكره احتفاليه. ايوه. وتسليم الدرع للنادي الاهلي في حضور الكابتن سمير زاهر والكابتن حسن حمدي ومجلس اداره النادي الاهلي. طب ليه قبل المباراه؟ ليه؟ يا سيدي الفاضل افهمني. في حاجه اسمها قبل المباراه. دقيقه واحده بس افهمني. مين اللي قال قبل المباراه؟ الخبر اللي عندك على موقع الاتحاد. قبل المباراه او بعد المباراه تفرق ايه يا استاذ محمد؟ لا بعد المباراه، اللعيبه تخلص الماتش. الاهلي بطل دوري، هياخد الدرع بتاعه. وعلى فكره الدرع اللي هيتسلمه النادي الاهلي بقى اصبح اسمه السنه دي بالذات درع شهداء 25. تمام. واخد بالك؟ وبكره الاتحاد، رئيس الاتحاد ومجلسه هيسلموا الدرع في ارض ملعب المباراه. تمام. واخد بالك؟ قال لك ايه بقى؟ انت بتقول لي ان احنا اللي بنقوله وبنأكد، وانا اللي بأكد لك وعلى مسؤوليتي. خلاص، وانا دايما بثق في كلامك لانه بيتنفذ على طول. اشكرك يا كابتن عزمي، واهم حاجه انا اطمنت عليك وبطمن جمهور النادي الاهلي. خلاص انتهت القصه، انتهت الازمه، مفيش اي حاجه. كابتن سمير بكره
كابتن حسن، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، جمهور النادي الاهلي كله ان شاء الله هيكون متواجد بكره، وهيتم تسليم درع الدوري في ارض الملعب ان شاء الله في احتفاليه هيقيمها اتحاد الكوره باذن الله تعالى. يعني اعتقد كده بقيتوا مبسوطين. ناخد الفاصل وبعد طيب كابتن عزمي ليه تعليق اخر اقوله. كابتن عزمي اتفضل يا كابتن. انا اسف. عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل يا حبيبي. انا من خلالك اتفضل يا كابتن. لابد ان ارسل باقه شكر لجماهير الاتحاد. تمام. النهارده بطريقه محترمه. تمام. على اعلى مستوى من الادب والاحترام، طلبهم بهتافات محترمه، منها هتافات تأييد لاتحاد الكوره، ولم يتطاولوا على احد ولم يتطرقوا لاي حاجه الا ان عايزين الاتحاد يفضل في الدوري الممتاز. انا عايز اقول لك واكد لك ان كل ما قيل وكل ما وصلك يا استاذ محمد عاري تماما الصحه، وارجو محاسبه من كتب هذه الاخبار الكاذبه. حاضر. اوكي يا كابتن عزمي، اشكرك جدا 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 على ذوقك